خطأ أو في تقرير كيدي، وما أكثر التقارير الكيدية الموجودة. حرام الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. انتبهوا على الموضوع. وكل يوم واحد بيكون في السجن مظلوم، هذا أنت بتاكله يا وزير الداخلية، هذا بحساباتك بتاخذها أنت. لأنه كمان أنت ما شاء الله في أعداد كبيرة، إذا كل واحد هيك مساجنه سنة سنتين زيادة بظلم، أنت بتتحاسب عند رب العالمين. ما هيك؟ على كل نحن بس عم نذكرها، مش أكثر. ذكر عسى انه الذكرى تنفع يعني. على كل خلينا نسمع نشوف هذا الشاب شو بيحكي. محمد شيخو جوال اخوي معتقل صار له 270 يوم عند الاستخبارات العامه في حلب. بنتمنى من الرئيس احمد الشرع النظر بملف محمد شيخو جوال، نتمنى من السيد وزير الداخليه السيد انس خطاب، السيد اللواء عبد القادر الطحان رئيس الاستخبارات العامه في سوريا، النظر بملف محمد شيخو جوال. محمد شيخو انا من 10 ايام رحت زرته وعم يعاني من مرض الكلاوي، معه بحصه ومعه رمل، ما عم يجيبوا له دواء، ما في طبيه، ما في ابدا، وحتى مسكنات ما في. صار له 270 يوم بدون ما ينعرض للقضاء، صار له 270 يوم موجود عند الاستخبارات العامه بدون ولا شيء ابدا. نتمنى من السيد الرئيس احمد الشرع النظر بملف محمد شيخو جوال. والسلام عليكم. هلا هون كمان قصة نفسها شبيهة بقصة اللي انه في اعتقال اداري فترة طويلة جدا. هلا في قصص احيانا بيكون يعني في ادانة للمجرم. يعني في شاب هلا يمكن اسمه بهاء اليوسف، يقال انه هو عامل عملية نصب بتركيا، واثناء البحث والكشف انه مرتكب جريمة قتل. الدولة بدها تلقطه وين ما راح وين ما اجى، فحاولت تلقطه وقت ما كانوا في زفة جايين من خان شيخون بإدلب الى حمالة ياخذوا العروس. بالزفة حاولوا يعملوا كمين، انصدموا الاهالي، اهل العريس او اهالي بهاء اليوسف مع الشرطة والامن العام، وصوروا هالمقطع هذا. طبعا القصة انه الاشكال ليس بانه الدولة ليش قامت بالاعتقال، الاشكال انه الاسلوب تم الاعتقال في طريقة تانية الا يكون بالزفة لتم القاء القبض عليه. ما كان في وقت مثلا تاخذوه على حين غرة مثلا بالبيت، هو بالبيت ما يكون في عرس ولا يكون في مناسبة. معقول انتم في مناسبة في آلاف الناس موجودين تيجوا بدها تلقوا القبض عليه بهذا الوقت؟ في شيء غلط بالموضوع. انا مش ضد الفكرة، لانه عم بيقول انه في اتهامات كبيرة عليه، لكن اسلوب الاعتقال هو المثير. طيب أثناء تواجدنا بالحفل الزفاف الساعة 10:30 مساء قامت دوريات مشتركة في شفافية بالاعتقاد. والله هذا بدك تسأله لوزير الداخلية ولا المخابرات، أنا شو دخلني؟ أنا عم ببلغ رسالة موجودة هون. شفت رسالتك هون، شفتها بتقول ما في شفافية، هي رديت عليك يا تيك توك، ما بعرف شو اسمك هون. علي سليم جاوبتك. طيب خلينا نسمع هون. من الشرطة العسكرية والأمن العام في اقتحام الحفل والترهيب، قاموا بتكسير جوالات المعازيم. ليش كسروهن؟ لأنه المعازيم كانوا عم يصوروا الفاجعة الموجودة. يعني شو هالاقتحام هذا؟ أنت جاي تاخذ مطلوب، مين المطلوب هذا اللي جاي تاخذه بنص حفل زفاف؟ موجودين 700 شخص حول الحفل، جايب كل هالدوريات. دوريات الأمن العام بتكسير الجوالات، باعتقال 7 أشخاص، اعتقال تعسفي، وقاموا بترهيب المعازيم بإطلاق نار لمرحلتين. المرحلة الأولى أثناء الدخول، والمرحلة الثانية أثناء الضرب. يا سيادة الوزير، نحن نعلم أنك أنت قوانينك والأوامر اللي بتوجهها إلى قيادة وزارة الداخلية والعناصر الشرطة العسكرية وأمن العام اللي اقتحموا الموجودين، اللي اقتحموا حفل الزفاف، لا بيمثلوا أبدا سلوك وزارة الداخلية. بنناشدك ونطالبك أن ترجع لنا إهانتنا. علما سيادة الوزير
أخذوا من عنا 7، 2 هلأ موجودين المشفى الوطني ضاربينهم وصغيرين مرضيين، وواحد منهم شهيد أبوه وأهليته معروفة قصة الكيماوي تبع خال شيخون، وترجيناهم قلت يا شباب هدوا يا شباب كذا، ما في مثل بتقول مغول وداخلين أبدا. هاي هي قصص اليوم كانت متنوعة. كان الاعتقالات في بعض منها يعني في حق الدولة، في بعض منها لا. في إشكالية بالأهالي إنه عم يحموا واحد مثلا هيك، عم بتعتبر الدولة عم يحموا واحد مجرم مطلوب. في إشكال هون. طبعا الإشكال إنه أنتم جيتوا بالوقت الغلط وبالزمن الغلط. أحيانا بيكون في عدم حكمة بتنفيذ الأمر، على فكرة في غباء واضح إنه في شيء غبي يعني بيتنفذ. أنت تجيب بدك بالعرس في 1000 بني آدم بدك تعتقل الشاب، بدك تتوجه ال1000 واحد معناتها أنت. على كله تابعوني بقناة آخر ساعة و24. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم يخاطب أعلى منصب الدولة على التيك توك؟ لا، عم يخاطبه بكل المنصات. هي طلع هو صورته